مذكرات وذكريات فاتن حمامة. قصتنا بعنوان الدنيا صيام. حكمة الصوم عندي ليست في الإحساس بالجوع فقط، وإنما في أن أروض النفس على احتمال المضايقات لو كانت من هذا النوع من المواقف التي سأرويها لكم في هذه القصة. في رمضان مضى وفي صباح شديد الحرارة قررت أن أسافر إلى اسكندرية وركبت سيارتي، وكان السائق هادي مبسوط. وعندما أصبحنا عند مدخل الطريق الصحراوي فجأة انقلب هدوء السائق إلى ضيق، فقد بدأت القيادة مع بداية المضايقات بطول الطريق الصحراوي مع سيارة يركبها مجموعة من الشباب المشاكسين الذين يحلو لهما أن يتجولوا بين العربيات الخلفية. ورأيت سائقي يحاول أن يفلت منهم بعد أن فشل كلاكس السيارة في تنبيههم، ولكنني قلت له بهدوء: على مهلك يا أسطى، معلش الدنيا صيام. واستطعنا بعد قليل أن نتغلب بالصبر والتأني على عبث الشبان، ومررنا وليتنا بقينا كما نحن، ولقد أصبحنا خلف عربية لوري ضخمة مليئة بقطيع من الخرفان. وكان السائق، أجارك الله من مثل هؤلاء السائقين، عنيد، وكان يجري بالسيارة وفجأة يهدي من سرعتها ثم يوقفها. حتى كنا هنصدم بيه أكثر من مرة. وثائقي صامت لا يتكلم. لقد قلت له معلش يا أسطى الدنيا صيام، وراح يضغط على أعصابه عملا بنصيحتي، واللوري من أمامنا يشاكسنا ويضايقنا. وفي إحدى الحركات الجنونية التي كان يأتيها سائق اللوري سقط خروف على الأرض، ولاحظت أن الدماء بدأت تنزف منه، فأوقفت سائقي وحصلنا على الخروف، ثم قلت له بسرعة: حاول أن تدرك اللوري حتى يلحق به الخروف. وراح سائقي يلتهم الطريق حتى لحقنا اللوري، ولم ينتبه لنا حتى بدأ يعاكسنا من جديد ويحاول جهد استطاعته ألا نمر. باختصار، استطاع سائقي ببراعة أن يتجاوزه وأن يربط أمامه واقفا. عايز إيه يا جدع أنت؟ ألهى سائق اللوري سائرا، ورد عليه سائقي: في خروف وقع منك. ومرة أخرى رد عليه السائق المشاكس قائلا: طب وانت مالك يا أخي؟ وكاد سائقي يهجم عليه لولا أن صرخت فيه قائلة: لا لا يا أسطى الدنيا صيام. هدي سائقي وزال عنه الغضب، وناول الخروف لسائق اللوري، ثم ركب كل مننا سيارته بعد أن تصافح سائقي مع سائق اللوري. وحين تعمد سائقي أن يتأخر بعربيتنا قليلا، أبطأ اللوري هو الآخر من خلفنا وكأنه لا يريد أن يسبقنا. وهنا تطلع السائق إلى وجهي في المرآة الصغيرة التي أمامه قائلا: عندك حق يا مدام، الدنيا صيام صحيح.
مذكرات وذكريات فاتن حمامة، والدنيا صيام.